السلام عليكم. تاتا تاتا، الاهلي كسب المحله بالتلاته. الف مبروك للنادي الاهلي. النهارده الاهلي كشر عن انيابه وكسب المحله 3-0، 3 اجوان يعني اروع من بعض. جون بين ران صديقه، وجون علي معلول ضربة جزاء، وجون محمد شريف في الدقيقه بلس 90. وده الاهلي دايما هو اللي معودنا على كده. الف مبروك. الاهلي كولر النهارده لعب تشكيل حلو قوي، غير 8 لعيبة. النهاردة كان بيلعب بعلي لطفي ورامي ربيعة، محمد عبد المنعم وحمدي فتحي والسولية وعلي معلول والشحات ومحمد وعبد القادر وكهربا. وغير الفريق في الشوط التاني خالص، نزل برسيتاو وشفنا كريستو وشفنا القندوسي يعني، ونزل محمد هاني. ونسيت ان انا اقول لكم كان بيلعب خالد عبد الفتاح برضه الشوط الاولاني. فالكولر عمل تغييرات في عصب الفريق عشان يريح لعيبة لماتش بيراميدز. وطبعا كسب ماركة مسجلة 3-0 التشكيل. واحنا كنا ممكن نكسب اكتر من كده والحمد لله. وعبد القادر كان بيلعب في الماتش غير ناس كتير كانت عمالة تهاجمه. كولر طبعا بعد ما عبد القادر اعتذر له، كولر اثبت النهارده ان هو مدرب عالمي. لاعب عبد القادر 90 دقيقة عشان يقول لهم ان مفيش حاجة بينه وبين عبد القادر. تاني حاجة، النهاردة كان في البطولة الأفريقية القرعة بتاعت ربع النهائي. النهاردة الأهلي هيلاعب الرجاء البيضاوي. إن شاء الله الأهلي يكسب يوم 21/4. وسيمبا هيلاعب الوداد الرياضي، وشباب القبائل هتلاعب الترجي، وشباب بلوزداد هيلاعب مولودي سان داونز. اللي هيكسب من الأهلي والرجاء طبعا الماتش هيبقى رايح جاي يوم 21 وهيبقى يوم 28. اللي هيكسب رايح جاي من الماتش ده هيقابل اللي هيكسب من الترجي وشبابية القبائل. وطبعا اللي هيكسب من سيمبا والوداد هيلاعب اللي هيكسب من سان داونز وشباب بلوزداد الرياضي. طبعا القرعة جامدة، مش هنقول ان هي وحشة، هي حلوة. وان شاء الله الاهلي هيكسب رايح جاي زي ما بيكسب كل مرة، ومعلمنا كل مرة ان هو بيكسب. طبعا النادي الاهلي عامل زي الاسد، كل الضباع بتحاول ان هي تنهش فيه، لكن هو طول عمره هيفضل ملك افريقيا وملك الغابة وملك الكرة المصرية كلها. دلوقتي طبعا الهلال راح يقدم، انا معرفش الهلال السوداني ايه يعني، بقى عامل زي نادي الزمالك بالظبط. دلوقتي بقى عامل ان هو عمال يتكلم 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 مع انه ما لعبش. الاهلي كسبه في الملعب، كسبه في الملعب 3-0. خلاص، عايز ايه تاني؟ طبعا عمال يتكلم وعمال يقول انا قدمت شكوى وما قدمتش شكوى. ليه ده كله؟ انتوا عملتوا الاهلي هناك معاملة يعني، لو الاهلي كان قدم فيكم شكوى فعلا كنتوا انتوا طلعتوا اللي خسرانين 2-0 هناك مش هنا. احنا هنا استقبلناكم استقبال كويس جدا، ولعبتوا ماتش وكسبناكوا كورة 3-0. لكن معرفش انتوا ليه بتهاجموا وليه بتعملوا كده. هل حد دفع لكم فلوس عشان تعملوا كده؟ هل اللي يعني لهذه الدرجة وصلت بيكوا ان انتوا تعملوا كده؟ كان في اتحاد افريقي وكان في مراقب مباراة وكان في كل حاجة. مفيش مشكلة اللي انتوا تشتكوا، بس تشتكوا صح. لو فعلا الاهلي داسلكوا على طرف، وعمر الاهلي ما بيدوس لحد على طرف والحمد لله. ودي شهادة من السودان. كان شفت مقال النهاردة، واحد سوداني كاتب مش فاكر اسمه صراحة، بيقول لهم يعني انتوا عايزين ايه من الاهلي؟ الاهلي اصلا كسبكم، الاهلي لعبكم لعب نظيف، الاهلي زعيم افريقيا وهيفضل زعيم افريقيا غصب عن اي حد. انتوا ليه بتعملوا كده؟ مين دفع لكم فلوس عشان تعملوا كده؟ هل الزمالك عامل
مع الهلال كده السوداني؟ وهل تركي آل الشيخ عمل كده مع الهلال عشان يعملوا كل الدوشة دي؟ الله أعلم. بس هنرجع ونقول إن الأهلي عمره ما ظلم حد، ولا داس على طرف حد، ولا داس على طرف فرق بيستقبلها هنا في مصر عندنا، لأن الأهلي كبير جدا جدا جدا. طبعا المحامي بتاع عبد الله السعيد برضو لما محكمة الاستئناف أقرت إن هما الأهلي ما يخش ال2 مليون دولار، عمال يجري وعمال برضو يتكلم ويقول الأهلي الأهلي الأهلي. أنا مش عارف، كل واحد بالمستندات بتاعته في الآخر هو ليه حقيقية ولا ملوش حقيقية. لكن إن إحنا نتكلم من غير أي مستندات، من غير أي حاجة، ده اسمه الهطل صراحة يعني. ما علينا، إحنا الحمد لله الأهلي كسب. هنستنى ماتش بيراميدز إن شاء الله الأسبوع الجاي، وإن شاء الله الأهلي فيه يحقق البطولة ويكسب. وطبعا كهربا النهارده كان زعلان عشان هو ما جابش جون، مع انه النهارده عمل فرص حلوه قوي وفرص ضاعت منه. تتعوض يا كهربا. عبد القادر نزل النهارده وحاول ان هو يصالح جمهور الاهلي، وكان بيحاول يجيب اجوان، بس طبعا ربنا ما وفقوش. وهنقول له الحمد لله، واحنا مش زعلانين منك يا عبد القادر، ولا عمرنا هنقطع فيك. اي حاجه بتحصل من اي لاعب في الماتش ده بيبقى نرفزه الكوره مش اكتر ولا اقل. وطبعا اللاعب لما بيرجع لعاله تاني بيعتذر وبيعرف ان هو كان غلط، وهو خلاص خد عقوبة من كابتن سياد عبد الحفيظ، وخلاص وبس راس كولر واعتذر له خلاص. وكولر قبل الاعتذار لانه مدرب عالمي، وعشان مدرب عالمي قعدوا النهارده لاخر الماتش. طبعا 3 اجوان النهارده. مزيكا المحله حاولت تعمل حاجه مع الاهلي لكن طبعا ما عرفتش. كانت بتحسب المحله الاهلي زي الزمالك، بس للاسف الاهلي بعيد قوي. الاهلي في السما فوق زي القمر بالظبط، محدش يقدر يطوله خالص. النهارده الاهلي اثبت كفاءته، اللعيبه بتاعته اثبتت ان هي لعيبه عالميه، اذا كان دكه البدلاء اللي هي فرقه تانية خالص، ولا اللعيبه اللي كانت بتلعب في الملعب، اذا كان محمد عبد المنعم، لطفي، محمد هاني، رامي ربيعه عمل شغل جبار جدا النهارده. الناس اللي نزلت في الشوط التاني زي القندوسي برضو عمل حلو قوي. مروان جميل جدا 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 ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم. بيرسي تاو ضاع منه هدفين انفراد، مش عارف يعني هو كان لسه نازل، كان لسه بيسخن ولا ايه مش عارف. بس هنقول هارد لك بيرسي تاو. ان شاء الله الماتش الجاي في بيراميدز تقدر تعمل معاه حاجة وتجيب اجوان كتير، مش هنقول لك ما تجيبش، جيب اللي انت عايزه في بيراميدز. طبعا الحمد لله الاهلي كسب، والحمد لله ما فيش اصابات خالص النهارده. والحكم كان عادل، مع انه ما كانش قبل كده يعني مش عارف الفار سامع يعني كان بيعمل معاه ايه. النهارده كان كويس مع النادي الاهلي كويس. وامبارح طبعا الزمالك اتغلب من المصري 3-2. جونين الزمالك جون في الشوط الاولاني، المصري عمل رومنتادا جامده جدا وجاب 3-0. وطبعا زي اي ماتش بيحصل الزمالك دلوقتي لحد دلوقتي بقاله كتير قوي ما كسبش. طبعا رئيس نادي الزمالك طلع وطرد الجهاز الفني. انا معرفش الناس بتتعامل ازاي يعني، او الناس اللي بتروح تدرب الزمالك ازاي تسمح لنفسها باللي بيحصل دوت، ازاي ان هما ما يخشوش النادي. ما علينا. احنا اهم حاجة ان الاهلي كبير وكسب الماتش والحمد لله. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، عشان انا ما قلتلكوش كل سنه وانتم طيبين في اول فيديو. واشوفكم على خير. طبعا نسيت اقول لكم ان النهارده
كان في القرعة برضو بتاعت كأس الكونفدرالية. هقول لكم على مين اللي كان مين هيلعب مع مين. طبعا بيراميدز وقع مع مارمو جلاتس، والاتحاد المنستيري مع إيسيك موموزا، واتحاد الجزائر مع الجيش الملكي، وريفيرس يونايتد مع يانج أفريكانز. كل ده برضه هيلعب يوم 23، والماتش العودة هيتلعب يوم 30. ماتش الأهلي هيتلعب إن شاء الله في الأهلي في مصر، وإن شاء الله الماتش ده نعمل فيه ونسجل فيه أرقام كبيرة وأهداف كويسة جدا عشان يريحنا في الماتش العودة إن شاء الله. وأقول لكم وندعو إن ربنا إن الأهلي يكسب ويتحقق ونكسب الكاس إن شاء الله، ونطلع لنص النهائي، وإن شاء الله ربنا يسهل لنا ونكسب السنة دي مع كولر واللعيبة، وربنا بيوفق كل إنسان بيعمل حاجة كويسة. واشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.